السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض احلى تورتة مانجا. بس قبل ما نشوف المقادير وكمان نشوف طريقة التحضير نصلي بينا على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. ونشوف مع بعض المقادير. معايا نص كيلو من السبونج بتاع التورت، ومعايا 4 بيضات وكيس فانيليا، وكمان معايا نص كوباية من المية. مش معايا اكتر من كده. تمام كده. انا هحط كل المكونات على بعض وهضربهم كويس جدا 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 لغاية لما لونهم يفتح. طبعا انا طبعا عايزة اقول لكم ان انتوا وحشتوني جدا. انا بقالي فترة طويلة ما صورتش وكنت تعبانة، بس الحمد لله بقيت احسن دلوقتي. فقلت طبعا لازم بقى نرجع كده بحاجة تكون جميلة كده زيكم. طبعا بعد بقى حطيت بقى المقادير بتاعتي هضربها كويس جدا جدا لغاية لما توصل للقوام اللي انا هوريهولكوا دلوقتي، واللون يفتح زي ما قدامك بالظبط. تمام كده. الموضوع سهل جدا جدا جدا. انا طبعا هجيب صينية حاطة فيها ورق زبدة فرشاها، حابة تعمليها في مدورة، حابة تعمليها في صينية مربعة اللي يريحك. دي الصينية اللي هي الوسط. طبعا هسويها. بعد ما سويتها هسيبها خالص لغاية لما تبرد زي ما احنا شايفين كده. ما شاء الله لونها جميل جدا. واختبرتها طبعا بحاجة كده من نص بسكينة او بخلة لغاية لما لقيتها استوت. بعد ما تبرد طبعا، ويفضل ان احنا نسيبها تاني يوم، بس انا بصراحة للأمانة ما سبتهاش تاني يوم، انا عملتها في اقل من ساعتين. شلت الطبقة اللي هي فوق الوش وقسمتها 2 زي ما احنا شايفين كده. وهزينها. هتزينها بايه يا دودو؟ انا هزينها بايه؟ هزينها بمانجا، وهحشيها مانجا، بس هي طعمها وهمي في حتة تانية خالص كده. طبعا انا معايا شوية لبن كده. يعني بصوا هسقيها كده من كل الاتجاهات عشان خاطر تبقى فادج كده وجميلة، وطعمها كده بيبقى جميل جدا. تمام كده. طبعا انا حطيتها على حاجة عالية. يعني أنا عندي كوز كده، كوز العصير حطيت عليه عشان تبقى عالية كده واعرف اتحكم فيها، عشان برضو تتصرفي ما تقفيش يعني وتقولي مش عارف اعملها او حاجة. ومقطعة شرايح مانجا مربعات، وكمان شرايح مانجا شرايح كده خالص رفيعة. تمام كده. انا طبعا ما جبتش بقى كريم شانتيه عشان خاطر تبقى الحاجة كده مكلفة. جبت كريمة لباني اللي هي البودر، وضربتها مع شوية لبن بتلج زي ما احنا شوفنا كده. انا فرشت الكريمة وحطيت فوقيها المانجا. انا طبعا كان عندي اطار كده شفاف حطيته فيها لغاية لما بس ايه ازنقها كده او المها لغاية لما اظبطها واشيلها. انا حطيت الطبقة التانية برضو هحط شوية لبن برضو من فوق ومش كتير، وبعدين هنشوف احنا هنعمل ايه. انا كده حطيت اللبن بتاعي اهو زي ما احنا شايفين. طبعا ضغطتها كويس جدا جدا جدا. انا هشيل بقى الاطار اللي هو الشفاف ده، وبعدين هزينها تزيين بسيط خالص بكريم شانتيه، بكريمه اللباني بتاعتي معلش. وبعدين هرجع بقى احط المانجا الشرايح بتاعتي زي ما احنا شايفينها كده. بصوا والله ما فيهاش يعني حاجه خالص، سهله جدا وطعمها وهمي، هتوديكي في حته تانية. واهم حاجه طبعا ما تنسيش اللايك والشير للفيديو عشان كل جديد من يومياتي توصلك. وحشتوني جدا، ويا رب يكون النهارده اكون عند حسن ظنكم والتورتيه بتاعتي تعجبكم، وتقولي لي في الكومنتات ايه رايكم كده، وتفرحوني زي ما بتفرحوني دايما. طبعا بعد ما حطيت الفاكهه بتاعتي او المانجا بتاعتي هدهنها بشويه جيلاتين مدوبين كده في شويه ميه دافيه عشان تفضل الفاكهه كده بتلمع وشكلها جميل وما تتبلش مني. طبعا شكلها بيتكلم عن نفسه. مع السلامة في يوميات دودو جديدة. استنوني ان شاء الله بوصفات جميلة واحسن واحسن. مع السلامة.